تحياتي. حاب أحكي اليوم في موضوع يعني بتعلق بالذبح الطائفي وقصة سنة وشيعة. بس قبل يعني ما أبلش أحكي واستباقا لبعض التعليقات السافلة يعني اللي الواحد تعود عليها، أنا نزار بنات من الخليل في فلسطين المحتلة، مسلم سني، يعني عشان ما تقوليش يا رافضي ولا يا مسترفض ولا غيره. القضية الثانية، علشان ما حدش يقول لي يا أخي لحوم العلماء مسمومة، لا، مسمومة ومعفنة لكثرة ما أكلوا مال بالباطل، لكثرة ما ضللوا الناس، لكثرة ما كذبوا ووضعوا الدين تحت أقدام السلاطين، ولكثرة ما أرسلوا أولادنا للموت بدل أن يعمروا هذا الكوكب بالعلم وبالحياة. ستذكر الأجيال القادمة عن مؤسسة قوادة كبيرة من لابسي اللحى تدعى علماء المسلمين، هي عدماء الدين يعني وليسوا علماء. هذول الناس بنتذكر يعني بال2000 لما صارت الانتفاضة الفلسطينية وبلشت العمليات الاستشهادية الفلسطينية ضد الاحتلال، شو كان موقفهم؟ روحوا اقرأوا للألباني، شوفوا ابن عثيمين، شوفوا الفوزان والحيدان وغيرها من الأسماء يعني التي لا يتشرف الإنسان بذكرها. شوفوا كيف يعني تعاملوا مع العمليات الاستشهادية الفلسطينية. يعني للأسف الشديد يعني إشي حرمها على ضمنا، وإشي حرمها يعني بشروط، وإشي يعني في المحصلة النهائية يا فلسطيني لا تقاوم حتى لا تحرجنا. هيك كانت افتاءاتهم. لكن لما اقتضت رغبة السلطان انه يجر المنطقة لحرب طائفية، صار يلا روح فجر نفسك في المسجد واعمل 6 مع 70 حورية في الجنة. يا أخي في 100 طريقة، في 100 طريقة انه يفوز بالحور العين يعني بالعربي. بلاش تودوهم يفجروا أنفسهم في المساجد. لا وإيش يشتمون عائشة. قل لي يا شيخ يا رخيص، مين يعني الأكثر إثما عند الله سبحانه وتعالى، أن تشتم عائشة أم أن تسبي نساء الآخرين؟ كيف بدك تدخل الآيزيد الإسلام أو بدك تدخل الآخرين الإسلام وإنت بتسبي في نسوانهم؟ طيب على فرض أنه دارت علينا الدوائر نحن يا معشر السنة وسبيت نساؤنا، في رقبة من هذا الإثم؟ طبعا أنا يعني عشان ما حدا يفسر غلط، هناك يعني حثالات لدى السنة ولدى الشيعة، بس أخلاقيا أنا كسني لازم أخاطب طائفتي في الأول، لأني إذا بدي أتصيد للآخر باستمرار راح أصب الزيت على النار وأعتبر محرض. ولكن كمان من باب الإنصاف وللأمانة وللتاريخ، وساختنا فاقت وساختهم ب100 مرة بالكم وبالنوع وبالعقل وبالمنطق وبالنص الديني وبالنص التاريخي، وساختنا فاقت وساختهم بكثير. المسلم السني مفكر حاله أشجع يعني كائن على هذه الكرة الأرضية. ليش؟ لأنه بروح يفجر نفسه. لا يا حبيبي، الفيتناميين عملوا عمل انتحاري أقوى منك، والكاميكازا الياباني. وعشان يعني نعمل مقارنة برضو، شوف الفرق بينك يلي بتودي ناس تفجر نفسها بمساجد، أطفال مع شيوخ مع ناس تعبد الله بطريقتها هيك شايفين، وقارن بين العملية الاستشهادية للشيعي أحمد قصير ابن الحزب الشيعي حزب الله في لبنان 1982. شوف في مين فجر حاله، شو كانت الحصيلة. هذا هو العمل الاستشهادي المشرف. أما أنت أعمالك مخجلة وقذرة. أنا بعتقد المجتمع السني لازم يصحى لنفسه. صح في تجاوزات من الشيعة، لكن بصراحة إنه نناقش مين اللي بادئ يعني هذا صفة سخافة. لازم نحط حد، مش نناقش مين اللي بدأ ومين اللي بده يعلل انتقامه أكثر. وقصتنا مش قصة كفر وإيمان، قصة غاز، قصة نفط، قصة مواقع استراتيجية. هيك اللعب السياسي. ما حدا، لا الإيراني يعني الإيراني لما بده يعمل سياسته ما بيجي بيحكي والله عن الحسن والحسين لبوتين ولا لأوباما، لا، هذا المفردات ما بيستخدموهاش يعني في السياسة. ولا آل سعود بروحوا بيحكوا عن السنة وعن الكلام هذا برضو في السياسة. هذا ما بينحكى. السياسة مصالح ولعب يعني على ثقيل. أما موضوع كفر وإيمان وسنة وشيعة هذا للهبايل والمجانين والمساكين وعامة الناس اللي بدهم يصدروهم يعني لحروبهم. فاصحى لحالك يا سني واصحى لحالك يا شيعي بالعربي.